المكان ده طلع عنه كلام كتير قوي. ناس تقول لك انها بتسمع اصوات طالعه من المكان ده بالليل، وناس تانية تقول لك ان في ناس دخلت وما خرجتش من جوه، وناس تانية بتقول لك ان هم بيبقوا قاعدين بالليل في بيوتهم بيشوفوا المكان ده بينور وبيولع بالليل. بس لكن خلينا متفقين ان الناس كانت عارفة ان المكان ده كان سكنه الجن والعفاريت. عشان كده انا قررت اروح استكشف المكان ده وبنفسي. بس بعد ما انا رحت وشفت، اتأكدت ساعتها ان كل كلام الناس ده كان غلط، ما يجيش جنب اللي انا شفته حاجة. انا اللي انا شفته جواه كانت ارعب حاجة شفتها في حياتي. عايزة بقى تجهز حالك عشان احكي لك مغامرتي انا واتنين صحابي داخل ارعب مكان في مصر، مشرحة حلوان. مسا عليكم واهلا بكم في قصة جديدة. بس قبل ما ابدا القصة، حضر مشروبك والبس سماعتك، واهم حاجة في القصة دي تطفي نور. بس عايز انبه على حاجة بس قبل ما ابدا القصة، حاجة مش هتاخد منا ثانيتين يعني. لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس وبس، مش عايز منك حاجة تانية. ويا رب قصة تعجبك. يلا بينا على القصة. خلينا بقى نرجع بالأحداث ساعة ما وقفنا آخر مرة، ساعة لما مصطفى حكالي القصة اللي حصلت مع عمه داخل المشرحة دي. أنا في الآخر سكتنا إحنا الاتنين ومحدش فينا اتكلم. أنا قلت له: أنت إيه رأيك نروح المشرحة ديت ونشوف عمك كان بيشوف إيه هناك؟ أنا لقيته بصلي كده وعينيه مبرقة، بقول له: يا اسطى أنت مجنون، أنت عايزني نروح للموت برجلينا؟ قلت له: يا عم ولا موت ولا حاجة، إحنا عايزين نروح عشان نشوف عمك كان بيشوف إيه جوه، وإيه قصة الممرض ده ولا الشخص اللي كان بيطلع له ده. هو قال لي هنسافر حلوة. قلت له: بكرة تجهز نفسك عشان هنسافر بكرة. ديت كانت آخر حتة وصلنا عندها في القصة اللي فاتت. خش بقى الأحداث الجديدة. تاني يوم الساعة كانت 12 الظهر، أنا برن على مصطفى ما بيردش عليا. فأنا كنت محضر نفسي كده ولبست هدوم وخدت هدوم معايا وبتاع، ورحت البيت مصطفى. أول ما خبطت لقيت والدته هي اللي فتحت الباب وردت عليا. قلت لها: أم مصطفى. فقاعدة تقول لي مشينا بتعمل حركات بإيديها كده، يعني تحس إن هو يعني مصطفى قال لها اللي هو لما حمزة يجي يقول له: لو مشينا. وقاعدة تعمل لي كده إن هو جوه يعني. فأنا قلت لها: ماشي. بس أنا ما مشيتش، لا أنا دخلت جوه وقلت لها: ماشي يا مصطفى خلاص. جيت قافلة الباب، أول ما قفلت الباب من هنا المعلم لقيته طالع من الأوضة. قلت له: تعالى يلا بينا. شافني، بص لأمه حتة بص عمري ما انساها، اللي هو ازاي امك بتعمل فيها كده، تاخد بالك. المهم اتحركنا احنا الاتنين، ركبنا على العربية وطلعنا على حلوان. وانا طبعا كنت مكلم صاحب محمد، كنت مظبط معاه على كل حاجة. وصلنا هناك واتفاجئ ان بيت محمد كان في وش المشرحة بالظبط. اه والله كان في وش المشرحة بالظبط. محمد بقى سلامات ومش عارف ايه وفينك يا راجل ما بتسألش ومش عارف ايه، مش وقته. تعالى نقعد فوق ونتكلم براحتنا. طلعنا يا جدعان، قعدنا وكلنا لهم على السريع كده وقعدنا نحكي طول النهار، قاعدين بنحكي. شوية نجيب سيرة المشرحة وشوية يعني هزار وضحك. فأنا لقيت محمد مرة واحدة بيقول لي: المكان اللي أنت جاي فيه ده يعني اللي بيحصل فيه مش تمام. قلت لهم: ما أنا عشان كده جاي. قال لي: أنا ببقى نايم بالليل ببقى سامع أصوات طالعة منه، وفي أيام تانية كانت بتيجي عليا المكان ده كان بيولع بالليل لوحده بيطفي تاني، مع إن المكان ده ما فيه واحد جواه. أظن أنت عارف هو مدفون من إمتى؟ من سنة 91. قلت له: اه ما انا عارف ده كله، عشان كده انا جاي النهارده وعايز اخش. طبعا احنا ما دخلناش المشرحة في اول يوم، لا.
احنا قعدنا يوم كامل وبيتنا الليلة ديت عند محمد بس. وانا نايم انا حسيت بحاجة غريبة، حد بيهزني ولا اصحى حمزة اصحى. اول ما فتحت عينيا كده برفع عيني لفوق لقيته مصطفى. قلت له مالك يا ابني في ايه؟ لقيته مجرب على الشباك كده ويجي فاتحه ولا تعالى بص بسرعة. انا جيت جاي كده ومش فاهم، بص على الشباك اشوف لك منظر ساعتها، مشرحة حلوان مولعة طالع منها كمية نار. محمد طبعا جه على صوتنا وشوية كده والنار كده هدت خالص ولا كأن أي حاجة حصلت. المشرحة رجعت طبيعية تاني. طب ازاي يا جدعان؟ بص يا محمد كده قال لي عادي، ده العادي بتاعنا. العادي بتاعكم يا ابني، هو انتوا عايشين في المكان ده ازاي؟ قال لي احنا فرينا على كده. قلت له تمام، ودخلنا كملنا النوم. صحينا الصبح، انا قلت يا محمد احنا هنخش امتى ونتحرك امتى وكده. قال لي خلينا على الساعة 8 بالليل. قلت له ماشي. مصطفى كان طول النهار كان قاعد متوتر خايف ومش عايز يخش اصلا. انا جيت جاي له يا مصطفى بعد احنا ما جينا المسافه دي بحالها، جاي دلوقتي ومش عايز تخش. طب ليه؟ ما رضاش عليها وسكت. انا جيت جاي له هم 10 دقايق بالكتير وهنخلص. الساعه دقت 8 بالليل، حضرنا كشافتنا واهم حاجه تليفوناتنا مشحونه واتحركنا. اول ما نزلنا كده ولسه هنتمشى المشرحه، كان في اربع عيال كانوا واقفين قدام المشرحه. العيال دي شكلها مش تمام اصلا. فجأة لقيت محمد بيقول لي ترى بس إنه نقعد على القهوة كده شوية كده لحد العيال دي ما تمشي. كنا قاعدين وقاعدين، الساعة جت 11 ونص والعيال دي لسه زي ما هي. مرة واحدة كده العيال ديت شاورت على حاجة جوه المشرحة. الأربع عيال بصوا كده، ومرة واحدة لقيت أربع عيال دول طلعوا جري من المشرحة، تحس إن هما خايفين من حاجة. فأنا قاعد أنا اللي هو في إيه مش عارف. لقيت محمد بيبص لي كده بيقول لي يا اسطى العيال دي خايفة من حاجة. من نظرتهم كده وجريهم بسرعة ده العيال دي شافت حاجة هو فعلا. أنا قلت لهم يا جدعان، أنا قلت لهم يا جدعان ما علينا، يلا بينا نتحرك. اتحركت، بقيت اني مصطفى ومحمد واقفين قدام مشرحة حلوان. ومصطفى بص لي كده وقال لي آخر مرة يا عم يلا بينا بلاش نجرب. أنا ما ردتش عليه، قلت يلا بينا يا جدعان. بسم الله أول ما دخلنا يوم، أنا مش عاوز أوصف لك الشعور اللي هو إيه. تحس إن المكان ده معزول، يعني معزول عن الدنيا بحالها، ولا صوت ولا أي حاجة. المكان هادي بشكل غريب الشكل خالص، كان يعني الهدوء ده مش طبيعي. دخلنا احنا التلاتة وبقينا ماشيين في الممرات. باختصار المكان من جوه عامل زي المتاهة. والله يا جدعان المكان جوه عامل زي المتاهة، تخش فيه هتتوه. اتحركنا أنا ومصطفى ومحمد وبقينا ماشيين كده. فجأة أسمع لك صوت خبط كان جاي من ورانا. احنا التلاتة وقفنا كده واتجمدنا مكاننا ساعتها. لقيت مصطفى بيبص لي كده بيقول لي أنت سامع؟ أنا ما ردتش عليه، أنا سامع الخبط ده كويس. الخبط ده كان جاي من ورا بس من بعيد. وبعد شوية نفس الخبط رجع تاني، بس المرة دي كان قريب مننا أوي. فاحنا التلاتة مشينا ناحية الصوت ده. أول ما قربنا من الصوت ده اختفى والمكان رجع هادي تاني. ومرة واحدة الاقي محمد بيقول لي الحق كده بص قدام. الاقي لك يا جدعان يعني كرسي متحرك. طب الكرسي ده جه هنا امتى؟ وأصلا مين اللي حطه؟ الكرسي ده من ساعة ما دخلنا الكرسي ده ما كانش موجود أصلا. احنا التلاتة اتحركنا ناحية الكرسي ده، بس قبل ما نوصل لقيت الكرسي ده اتحرك لوحده وجه داخل كده في طريق كده لوحده. بقينا احنا التلاتة واقفين مرعوبين بمعنى مرعوبين. لقيت مصطفى بيبص لي كده بيقول لي أنا الكلام ده مش عاجبني. قلت له إيه يا عم مشي. وكملنا يا جدعان. احنا طبعا احنا ما استسلمناش، لا احنا كملنا لحد ما وصلنا كده عند اوضه كده يعني
بابها خشب جديد، ونص الباب ده كان مكسور ساعتها. اول ما فتحنا في رفعنا احنا بكشافتنا كده وماشيين كده، كان في كلمة كانت مكتوبة على الحيطة، كان مكتوب ممنوع النزول. فمحمد قرأ الجملة ديت بصوت عالي. ساعتها أسمع لك صوت، يعني سلسلة بتتسحب، هي حاجة حديد بتتسحب بس مش عارف إيه هي. والصوت يعني الصوت كان في المكان اللي إحنا فيه، بس هو فيه إحنا في أوضة، بس المكان ده يعني الصوت ده جاي منين محدش عارف. إحنا التلاتة كده تنينا ندور كده ونبص في الأوضة يمين وشمال، لحد ما مصطفى لقيت كده تقول لي كده تعالى بص كده. يا جدعان كان في باب حديد كان في الأرض. أنا أول ما جربت على الباب ده وجاي أفتحه، ألاقي لك في سلم نازل تحت المشرحة. قلت بس أنا عرفت إن السلم ده بيودي للتلاجات، وأظن أنت عارف كويس التلاجات ديت بتاعت إيه. أنا ما رضيتش أتكلم، أنا عارف أنا لو اتكلمت مصطفى خايف يقول لك مش نازل ومش عارف إيه. أنا ما رضيتش أتكلم. وصلنا إحنا التلاتة من سكان المكان يا جدعان تحت، بارد برود وضلمة، ضلمة بمعنى ضلمة. بعد ما نزلنا المكان ده لقينا احنا التلاتة واقفين قدام التلاجات شغالين كشافات. التلاجات ديت اللي كان طولها، يعني انا مش عايز اقول لك، يعني كان فيه اكتر من 1000 تلاجة كانت تحت. مرة واحدة اسمع لك صوت باب حديد بيتفتح، لا مش باب واحد، بيبان ياما بتتفتح. انا ساعتها استوعبت ان اللي بيتفتح ده بيبان التلاجات. طب يا جدعان مين اللي بيفتح التلاجات دي؟ باب ورا باب ورا باب، كل باب يتفتح، واحنا ما حدش فينا عارف مين اللي بيفتح التلاجات دي. مرة واحدة الكشافات بتاعتنا بحالها فصلت. انا اترعبت هنا بقى. انا انا دلوقتي واقف وسامع صوت خطوات حواليا. انا بقيت واقف مرعوب بمعنى مرعوب، مش قادر اتحرك من مكاني بجد. انا جيت جاي كده بصوت: مصطفى طلع تليفونك بسرعة. انا اول ما قلت الجملة ديت في حد فيهم طلع التليفون وشغل الكشاف، عشان لو اشوف لك ساعتها منظر شخص ضخم بمعنى ضخم واقف لنا عند السلم اللي احنا نزلنا منه، هدومه كلها مليانة دم وراسه دي معوجة سنة. الكشاف أول ما جه عليه مفيش أي ملامح، ولا مناخير ولا بق ولا ودان ولا عينين ولا أي حاجة، سواد بمعنى سواد. والشخص ده كان واقف كان بيشاور على حاجة. احنا التلاتة بصينا كده، كان بيشاور على باب صغير. رجعنا بصينا تاني مكاننا، الراجل ده راح فين؟ يا جدعان الراجل ده كان موجود هنا واختفى. فأنا لقيت مصطفى كده من فريح، هو جاي جملة صراحة، يعني هو جملة تضحك وتخوف في نفس الوقت والله بجد. بل يا ساتر، هي جملة غريبة والله بجد. احنا التلاتة اتحركنا ناحية الأوضة الصغيرة دي اللي كان الشخص الكبير ده كان بيشاور عليها. أول ما فتحت الأوضة ألاقي لك كده مكتب وعليها أوراق كده قديمة، ويعني مليانة تراب. فأنا جيت مجرب كده منها وقاعد ببص يمين وشمال كده، أنا مش عارف برضه هو ليه شاور لنا هنا. فأنا عيني جت على ملف كده كان شكله غريب، ملف جلد كده أنا جيت منفضه كده من التراب اللي عليه. فتحت كلام مستندات وأسماء لناس، بس عيني جت على جملة أنا عرفت اللي بيحصل ده كله بسبب بلاغ الممرض المفقود. ولسه هكمل كلام ألاقي لك صوت هبدة مرعبة بمعنى مرعبة كانت جاية من بره الأوضة. بعديها النور بتاع التلاجات دي أو بتاع المكان اللي تحت ده اشتغل كله مرة واحدة. إحنا التلاتة طلعنا من الأوضة وبقينا واقفين قدام التلاجات عشان ساعتها أشوف لك منظر الجثث اللي طالعة من التلاجات وبصلنا. إحنا التلاتة ما وقفناش، خدنا ديلنا في سنانا وجرينا.
بقينا واقفين قدام المشرحة وبناخد نفسنا بالعافية، واحنا التلاتة واقفين بنبص لبعض. رفعنا راسنا للمشرحة عشان نشوف لك منظر ساعتها يشيب الشعر بجد. الدور التاني بتاع المشرحة، الدور التاني اللي كان متولع فيه نور، وفي شخص واقف اللي هو كان الممرض اللي احنا شفناه تحت، بص علينا منه. اللي شكله كان في النور كان مرعب بمعنى مرعب، ضخم مميل رقبته وجسمه كله مليان دم ومتشوه، واقف في الدور التاني بص لنا. وفي ثانية إلا ثانية النور ده يطفى والشخص اللي كان واقف ده يختفي. أنا ومصطفى ومحمد رجعنا البيت جري، قلت لمحمد اعمل حسابك إن أنا همشي بكرة الصبح. صحينا الصبح يا جدعان، فأنا أول ما صحيت كده محمد بيقول لي أنت طبعا بعد اللي أنت شفته النهارده ده استحالة تيجي هنا تاني. قلت له يعني هي دي محتاجة تفكير؟ أنا ومصطفى اتحركنا ووصلنا بلدنا، ومن ساعتها كل مرة نفتكر اليوم ده اللي حصل معانا كانت أرعب حاجة حصلت لنا في حياتنا بجد. بس هو هيفضل سر. طب الممرض ده أو الشخص اللي كان واقف ده هو ليش يورينا على الباب ده بالذات؟ هل الممرض ده كان بيحذرنا من حاجة؟ أو كان مثلا كان بيستدرجنا لحاجة؟ محدش عارف حاجة. وأصح اللي احنا كنا فيه ده كان سرداب، كان تحت الأرض، ولسه لحد الآن مفيش حد عارف أسرار ولا عارف أي حاجة عن المكان ده. دي هتبقى نهاية القصة، بس مش نهاية الرعب. الفيديو ده لو جاب 10,000 لايك هنزل بفيديو على اليوتيوب انت بنفسك هتصدق ان انت هتشوفه. لما انا دخلت المشرحة كنت متصور من ساعة ما دخلت لحد ما طلعت، كل حاجة متصورة ومتوثقة. بس بشرط الفيديو ده لو وصل 10,000 مشترك، 10,000 لايك، 10,000 لايك هنزل بالفيديو ده، وكده تبقى القصة بتاعتنا انتهت. نشوفها في قصة جديدة، وسلام.